السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفتوا بقى ما غيبتش عليكم ازاي؟ بصوا بقى، دي تكملة الفيديو اللي فات. انا عايزه اقول لكم عشان انزل لكم الشقة كلها في الفيديو ده، انا اختصرت حاجات كتير وقطعت مقاطع كتير، والله كانت ممكن تعمل لي 3 فيديوهات على الاقل، بس عشان بجد نفسي تشوفوا الشكل النهائي ونفسي تشوفوا انا عملت حاجات كتيرة ازاي. كل ده كان في يوم واحد، يعني اليوم ده هو نفس اليوم بتاع امبارح، بس ربنا قدرني. ما تعرفوش تحس ان انا كنت واخده حبايه شجاعه يوميها ولا ايه؟ ربنا قدرني وخلصت رغم التعب اللي انا كنت فيه، الا بقيت مبسوطه ونمت الليله دي مرتاحه وحاسه ان بص الدنيا كلها ملك ايديا. هتقولي الدرجه دي؟ هقول لكم اه والله للدرجه دي. انا لحد دلوقتي كل ما ابص للحاجه ابص للتلاجة كده نقول لها ايه، الله انت اتحطيتي مكانك. نبص للسفره نقول لها يا نهار ابيض انت خلاص اتظبطتي ونضفتي وترصيتي. نبص للي هو الكنب واقول له انت خلاص اتنقلت كده واترستقت ونضفت واتفرشت كمان، يا سلام. والله بقيت يعني هبل، قمة الهبل. بس احساس بالسعادة ما كنتش مصدقه. كنت اول ما نقلت وبصل كل حاجة متدربكة، كل حاجة مش في مكانها، الحاجة فوق بعضها، وشنط شنط 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 واكياس اكياس، كنت ببص لهم واقول ايه، استغفر الله العظيم يا رب قويني. وكنت بصيهم اقول ايه، ان شاء الله هيخلصوا. طبعا كلمه هيخلصوا دي هي اللي بتشجعك. لو قلت يا نهار ابيض ده كله هيتعمل ازاي، لا لا انا مش هقدر اعمل كل ده، فعلا مش هتقدري. فانا دايما انتوا عارفين بحب اشجع نفسي واحفز نفسي في الكلام، لان انتي اكبر داعم لنفسك قبل اي حد. حتى لو انا بشجعك او غيري بيشجعك او جوزك بيشجعك، باباكي بيشجعك، اخوكي، اي حد، ما حدش هيقدر يشجعك اكتر من نفسك. المهم انا في اليوم ده قلت لها انت يعني حتى كنت لما احس مثلا انها تعبت اقول لا هتخلص النهارده، يعني هتخلص ان شاء الله هكملها. بص انا خلصت خلاص الاوضه دي، خلاص ده انا رايحه على الاوضه اللي بعدها، لدرجه ان انا بقيت يعني بتنقل كده من اوضه لاوضه. سبحان الله يا رب، ما تعرفوش ازاي من كتر ما انا عماله بكلم واحفز في نفسي، وربنا طبعا قواني واداني القوه ان انا اخلص كل ده في يوم واحد. ممكن حد يشوفني مقفوره، بس والله العظيم مع التعب اللي انا فيه مش اوفر خالص، لانه مجهود كان جامد قوي مع التعب اللي انا اصلا فيه. تمام. فالمهم السفرة دي انا ما كنتش عارفه احطها ازاي، عماله بقول بقى يا رب هحطها بالطول، لا احطها بالعرض، لا لو بالعرض هتسد الدنيا، لا لو بالطول مش عارفه ايه. غير ان في ناس بيقولوا لي دخليها يا خلي الكنب بره، بس انا عايزه اكل عليها، يعني مفاجاه ان احنا عايزين ناكل عليها، فعايزاها قريبه من المطبخ ان انا اطلع احط عليها الغدا فطار كلام من ده. فناويه والنيه لله ان احنا ناكل عليها يعني وكده. عايزه اجيب لها مفرش مشمع يتحط فوق المفرش الابيض، بحيث ان تبقى سهله كمان في الاكل لو حاجه وقعت او اتكبت وكده. فان شاء الله كل ده يعني هعمله. المهم الكنبي الكراسي بتاعتها كانت مبهدله. ممكن تكونوا انتم مش شايفين البهدله دي، بس انا شايفاها. طبعا ايدين الناس والشيل والحط، اساسا طول ما الحاجه مش مفروشه بتحسوا انها بتتوسخ تلقائيا من ذات نفسها، ما تعرفوش ازاي وما تعرفوش ليه، ما تعرفوش امتى. تمام. الحاجه مش مفروسه، مش مفروسه، أيوة. مش مفروشه، والشقه على البلاط، ورايحين جايين هرس فيها الولاد وياخدوا من هنا يحطوا هنا، لازم الحاجه هتتبهدل. فالاربع كراسي دول كانوا متبهدلين. حسيت فجأة ان انا نفسي لونهم يبقى نبيتي زي التانيين، لان النبيتي ما تبهدلوش عشان غامقين، رغم ان انتوا عارفين ان انا بحب الفواتح، وكان نفسي الطقم كله يبقى اللون ده. بس من كتر ما هما كانوا متبهدلين، بس خليتهم بقى فله. يعني مسكتهم كده الدعكه خليتهم جميله، حطيت عليهم مفارش بيضه كده على القعده، بحيث برضو اللي يقعد يبقى فيه حمايه بسيطه، بس مفرش بسيطه كده هتشوفوها في الاخر. بس فالمهم بقى فرشه وكلوريكس الوان وشويه ميه دافيه، وخليتهم زي الفل بيبرقوا. طبعا كان معايا حته كمان، الحته دي نصها مبلوله ونصها ناشفه، بحيث ان انا زي ما اكون بشطف وبنشف اهو. واحده وواحده لحد ان شاء الله، يعني لحد ما الحمد لله خلصتهم بقى كلهم، وبحطهم مكانهم هما هينشفوا. الدنيا هوا وتروى، التروى عندنا جميله. تعالوا اقعدوا عندنا يا ولاد، والله العظيم تروى ما اقولكوش. فانا احلى قاعده بقعدها في البلكونه اللي هي بتاعت رؤية دي، بقعد كده يا نهار ابيض بنسى كل حاجه في حياتي. بفكر اجيب من اليمين، اجيب من الشمال، اجيب قديم، اجيب في المستقبل، انط في الكوس كده واعيش حياتي في البلكونه دي من كتر ما هي تروى. والقمر بيبقى فيها بالليل، حاول ان انا اصور لكم فيها بالليل قاعده حلوه كده عشان تتحفزوا كمان وتتشجعوا ايه معايا. ربنا يا رب يكرم اي حد باحلى بيت يا رب، ويكون ملك يا رب، اللهم امين. المهم خلصت بقى الكراسي، هركنهم بقى كده
وهفرش الحته اللي يعني همسح الحته اللي هي ناحيه السفره كويس قوي، وبعد كده هروح اغسل الركنه وافرش بقى، ابدا افرش بقى على نظافه. اهو بصوا كده السفره فرشتها اهو زي ما انتم شايفين، وبقت زي الفل. حطيتها مكانها، طبعا مكانها قبل ما احطها مكانها كنت ماسحه مكانها مسيقاه كويس قوي بالميه. بصوا الارض بتبرق اهي ميه بقى، وكنت حاطه فيها فنيك وركس الوان، خليها زي الفل. هروح بقى للجنب التاني اللي هو لجوه، بما اني خلصت السفره ولمعتها وزي الفل، وهبدا ان انا اغسل الكنب لانه كان متبهدل قوي زيادة عن اللزوم. بس الميزة في اللي هو القماش الجلد المقلوب ده ان هو بينضف بسهولة جدا، يعني حتى الركنة كمان جلد مقلوب، عشان كده نضفت وراحت زي الفل. بينضف وبيرجع جديد كأنك لسه شارياه دلوقتي، لدرجة ان انا بعد ما اخلص هتبصوا للكنب ده هتحسوا كأني لسه الدقيقة دهيت عاملة الكنب ده، من كتر ما هو راجع زي الفل بيبرق كده، بتحسوا النظافة بتبان عليه بشكل غير طبيعي. فعشان كده بقى غيرت الميه وجبت ميه نظيفه، وكمان غيرت هدومي كانت بهدلت قوي مطرح ما مسحت تحت السفره قبل ما احطها، سيقت ومسحت وكده، فلقيت هدومي اتبهدلت. وانا عدوي ان انا ابقى لابسه حاجه مبلوله، ببقى متنرفزه قوي ومش عارفه اعمل ايه، وبحس ان انا مش قادره اشتغل، بحس ان انا كاني هبهدل الدنيا بهدومي المبلوله دي. يعني انا دلوقتي بعمل الكنب، طب ما هو هدومي مبلوله هتبهدلها، فلا انا اغير وارجع اكمل شغل عادي خالص. ففعلا عملت كده ورجعت بقى اكمل شغل، غسلت الكنب غسله محترمه، وبعد كده هفرشه على طول واسيبه بقى ينشف، لان انا ما غسلتش اللي هي الشلت بتاعته، انا غسلت بس الظهر والايدين بس اللي هم خارجيين بس كده. والتلاجة اروح هديها تلميعه مظبوطه. التلاجة حاسه ان هي لايقه في الصاله قوي، عايزه اقول لكم منوره كده، اما بفتح الباب لا بحس ان هي قطعه ديكور والله العظيم ما اعرفش ايه سر إيه انها لايقه قوي كده في الصاله في عينيا، يمكن في عينيا انا بس، يمكن حد تاني يشوفها مش لايقه، بس ما اعرفش ايه السر يعني في كده. فربنا يحل الدنيا في عينيكم، يمكن عشان انا حاسه بحلاوه الدنيا حواليا. ربنا يحل الدنيا يا رب في عينيكم وفي عينيا وفي عينين كل الناس. بدات بقى افرش الكنب، انا لسه ما حطيتش كوشن عليها ولا حاجه، لان الكوشن كله انا فكاه وغسلاه وكده، هبتدي ان انا ابقى اعبيه بقى يوم تاني، بس قلت بقى انا اخلص النهارده وافرش كل حاجه. نقف بقى على كوشن، على برواز ناقص ما تركبش، على ديكور ناقص مش مهم، سهلة، كوشن تتحط بسيطة، المهم ان انا اخلص الاساسي، الحاجات اللي هي لو ما عملتهاش الدنيا هتبوظ مني. ففعلا خلصت اول كنبة وخلصتها وفرشتها وخليتها زي الفل، ورحت على التانية على طول واحدة ورا واحدة. وطبعا الشبابيك اللي ورا دي بقى عايزة اقولكم ان هي بتسمع معايا في الهوا، ايه بتجيب لي هوا عنب. فالكنب يعني مفيش، وكان نشف وزي الفل، مفيش وقت خالص وكان نشف وزي الفل. المهم كنت عايزة بقى اشكركم جدا على كل النصايح اللي كتبتوها على الفيديو بتاع امبارح، وعلى الافكار وعلى الاقتراحات اللي اديتوها لي، الحاجات اللي انتوا قلتوا لي اعملها، سواء في موضوع الديب فريزر او كمان في الحفظة. ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا ولا من كلامكم الحلو. بصوا بقى هنا بعد ما فرشت الكنبتين، طبعا الحفظات اللي ورا دي يعني باخد منها وبفرش الشقه وكده، عشان كده ركناها عشان ما تعطلنيش بس في الفرش. هفرش دلوقتي بقى معاكم الصاله، هاخد الجنب ده كله الارض بتاعته طبعا مسحتها كويس زي ما عملت في الجنب اللي بره، رحت ماسكاها بقى مسحه تمام عشان افرش بقى الصاله كلها، ابقى خلصت كل حاجه. كمية بقى هدوء ونظافة ما اقولكوش، كنت حاسة ان كل حاجة حواليا بتبرق حرفيا والله، ريحة النظافة كانت باينة قوي. بصوا كمان بعد المسح اكتر، وهتشوفوا دلوقتي كمان بعد ما همسح التلاجة كمان واخليها زي الفل، وهبدأ بقى ان افرش على النظافة بقى. عبال ما مسحت التلاجة كانت الارض كمان يعني خلاص نشفت مفيهاش اي مية، فرشت وانا مبسوطه كده، حاسه بانشكاح. طبعا كده واسع قوي وما شاء الله المدخل بتاعها واسع، مفيش اي ضيق، مفيش اي حاجه مضيقه السكه. اما بقى حته ان انا احط السفره ورا دي خليها في المستقبل، يعني انا مش ناويه احرك اي حاجه من مكانها دلوقتي. انا بقول لكم ببص على الحاجه وببقى مش مصدقه انها اتفرشت. انا بفتح ضرفه الدولاب بتاعتي وانتوا هتشوفوا دلوقتي، باخد لبس مثلا من على الشماعه وكده عشان خارجه او كده، احضر طقم ان انا امشي بيه. بقول يا خبر ابيض، الحمد لله انا هدومي على شماعتها
انا هدومي مش في اكياس، انا هدومي مش فوق بعضها. الحمد لله يا رب العالمين. والله في نعم كتير قوي في حياتنا الواحد مش حاسس بيها. ربنا ينصر اخواتنا في غزة ويصبرهم على اللي هو فيه، على اللي هم فيه، ويا رب يا رب يعوضهم خير عن كل حاجة فقدوها. لان من اكتر الحاجات اللي ممكن الانسان يفقدها وتخليه ما هوش حاسس بذرة ارتياح في حياته هو البيت. البيت اللي فيه امانك، البيت اللي بتغيري فيه، بتلبسي فيه هدومك وحاجتك ومقتنياتك الشخصية مهما كانت بسيطة، مهما كان سعرها قليل، مهما كانت مش غالية، بتكون جواه، بتكون بالنسبة لك هي الدنيا كلها وما فيها، اغلى حاجة عندك. سرحتك والفرشة بتاعتك وشوية الميك اب او الزينة اللي انتي بتستخدميهم عشان تحسي ان انتي مهتمة بنفسك ودايما منورة كده. نعمة من عند ربنا، نعمة لا تحصى ولا تعد. المطبخ اللي بتقفي فيه وبتفتحي كده ضرفة الدولاب تلاقي كوبايات تشربي فيها، وتلاقي اطباق تغرفي فيها اكل، ايا كان الاكل ده غالي رخيص شوية، ياما. نعمة من عند الله وفضل، والله نعمة فظيعة. يا ريت نتمتع بكل لحظة في حياتنا. انا والله من دلوقتي ومن اللحظة دي، حتى لو الفترة اللي فاتت كان فيها شوية لخبطة في حياتي، بس من اللحظة دي انا مقررة ان انا اتمتع بكل متعة وكل نعمة في حياتي، وهم كتير كتير قوي. فانتوا كمان اتمتعوا كده بكل نعمة في حياتكم، وبصوا لكل حاجة حواليكم بعين الرضا. اللهم لك الحمد. اكتر اقل ياما شوية، والله منشر غسيل اللي بنحط عليه هدومنا ينشف مع الهواء ويشم ريحة الشمس دي لوحدها متعة. مش قادرة اقول لكم، انا يعني مبسوطة قد ايه هنا بالبلكونات. طبعا انتوا عارفين البلكونات في الشقة التانية كانوا بلكونتين، بلكونة منهم صغيرة قوي والتانية الطلة بتاعتها ما كانش بينفع انشر فيها، لان المكان اللي هي فيه كان بيقع يعني من البيت اللي جنبنا حاجات وكده. فانا كنت بنشر دايما في البلكونه الصغيره ده. قد ايه كانت صغيره والحمد لله برضو كانت جميله، ما كانش فيها اي حاجه. وقد ايه كنت ببقى مبسوطه. كنت الغسيل بيقع كتير، كنتش بتضايق، كنت بحاول ان انا افرد المنشر فيها، ما كانش بيكفي. تعالوا بصوا دلوقتي المنشر بحطه براحتي، بفرده براحتي، بنشر والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله كل يوم. متعة يعني. سبحان الله يا رب، كل نعمة في حياتنا ربنا بيبقى محددها لنا، بيبقى مدينا يعني فيها بفضله وبعدله وزيادة كمان. المهم بقى اخترت ان انا افرش اللي هي الحافظات بتاعه ايكيا دي في الصاله. طبعا ممكن احط اللي هي الفرزاتشي، انا عندي كذا غيار يعني، فكل مره اكون مثلا بنفض فيها الشقه، والمره دي مش قريب يعني، انا مش هعين حاجه من مكانها كده قبل اسبوعين 3. لما مثلا افكر ان انا امسح الشقه وانفضها ولا حاجه، ويمكن لا يمكن يعني انا كل يوم بقوم الف عليها كده لفه، اخليها زي مش عايزه حاجه تتحرك من مكانها، مش عايزه حاجه تبوظ. بس يعني لو شلت بقى بغير وابدل. بس انا فرشت الايكيا لان هو بينور المكان كده. ف اديني برضو رايكم. زي ما قلت لكم احنا قدامنا يعني الحمد لله عندنا وقدامنا اقتراحات كتير ممكن ان احنا نستخدمها او نفرشها، ولا اللهم لك الحمد يعني. بس فرشت بقى الحفظتين الايكيا كده، وفرشت كمان المشاية ايكيا كده كمان قدام الباب. وهفرش بقى في الطرقه اللي هي المشاية بتاعت الطرقه اللي هي التانية دي، هي الزرقاء العاديه، لان الطرقه ملهاش علاقه بعيده عن الصاله يعني. والتكتفون ده هعلقه عشان ان شاء الله باذن الله اركب جهاز تكتفون وكده، عشان الباب دايما بيبقى مقفول وما برضاش احذف المفتاح. يعني مهما حد ندى قصدي ما اسمعهوش، ومبرضاش برضه احذف المفتاح عشان الشفره ما تبص، فببعت مثلا ابني ينزل لو في حد جه يجيبه ويطلع. بس كده فرشت الصالة خليتها زي الفل. طبعا ناقصها فازة على ناحية الركنة، فازة على السفرة، مفرش السفرة، شوية كده تاتشات بسيطة. بس الأساسي والمهم الحمد لله خلص. نحط المفرش نحط الفازة مش هتقول لنا حاجة. علقت كمان اللي هو التكتفون ده هنا جنب الباب. وبعد كده بقى ايه، هندخل بقى على الاوضه جوه عند الولاد. يعني انا كده خلاص خلصت الاوضه اللي بره بالصاله، اللهم لك الحمد. دخلت بقى على اوضه الولاد، برضو هاخدها كنس ومسح ودعك واخليها زي الفل. طبعا المكانس اللي فوق دي هتنزل، اللي حاططها كده مش انا خالص، مش انا اللي كنت حاطه المكانس كده، بس زي ما تقول اللي نصب الدولاب فكان عايز يشيل حاجات من على الارض يوسع لنفسه مكان يعني، حطها فوق الدولاب. فانا هعمل ايه بقى، هنزل المكنسات دي عشان تتصلح لان انا هحتاجها كتير الفتره اللي جايه. بس انا قلت اخلص بس دلوقتي، ومنين ما اشد المكنسه انزلها عادي.
بس دخلت بقى تلميع، باخد الاوضه كده مسح وتلميع على العفش كله، بعد كده تنفيضه للسراير، مسح للارض ودعك كويس، وبروح فرشه على طول بقى، بفرش على نظافه وبحس بالانتعاش. خلصت بقى اللي هو تلميع العفش، وبلمع كمان الشبابيك. كل اوضه بدخلها بلمع البلكونه بتاعتها كويس قوي، اللي هو باب البلكونه لانه ازاز وبيبصم من ايدين الولاد وكده، فبلمعها، هو فوطه وبيروح زي الفل. فلمعتها كمان، وغليت الكاتل لان اساسا السيراميك ده يعني انا بقول يا ريت الشقه كلها زي سيراميك الصاله، بس هو السيراميك ده حلو بس مش عارفه مشكلته بيبقع، بيجير. طبعا في ناس كتير نصحتني بزيت السمسم، وناس قالت لي لا زيت السمسم هيبقى تقيل وهيعمل كده ريحه مش حلوه على الارض. هو احلى حاجه ان هي تتمسح بجاز، يعني ده اكتر راي استقر عليه كل الناس اللي كتبت كومنتات، ان امسحي بالجاز. بس مش لاقيه جاز، مش لاقيه والله، مش عارفه هو بيتجاب منين، لدرجه ان انا قلت يمكن بيتباع في البنزينه اللي احنا بنفول منها وكده. بس قالك لا ده جاز ابيض، والتاني جاز بتاع عربيات وكده، ده مختلف عن ده. بس انا نفسي يعني والله ده او ده مش مهم، بس الاقي شويه جاز وهمسح بيهم شرشوبه كده وهبلها وامسح بيها، لانه فعلا مجار مضايقني. بحس انه دايما بيلم تراب، بيحس انه دايما بيلم حاجات مش كويسه. والارض كمان بحس ان هي كمان هي ما اتعملتش بالجاز او ما اعرفش ايه، فبتبقع من اقل حاجه، اقل حاجه بتعلم فيها، اقل بقعه بتعلم فيها، وبتبقى صعب انها تطلع. يعني ما بدايه ان انا بحط ميه سخنه، بمسح كويس وبدعك بالفرشه عشان احس ان السيراميك اللي هو شبه الباركيه ده نضيف. بس فاللي برضو عنده حل تاني يقول لي. طبعا دورة في الدولاب ما تركبتش لو انتم ملاحظين، لان النجار الله يسامحه يا رب، الله يسامحه ويسهله، ما ركبها ليش، وسابني من يوميها وقال لي هاجي اركبها بكره وما جاش. وكل يوم ارن عليه اكمني خلصت حسابه ودفعت له حسابه وكده، كل يوم ارن عليه وبرده مش بيجي يركب الدورة في الدولاب خالص، وانا مش عارفه اركبها. فبدور على اي حد تاني يجي يركبها لي، لان الدولاب زي ما انتم شايفين كده متساب من غير ما يتركب. انا مرضتش اصبر لغايه ما اجيب حد، قلت انا عايزه افرش واقعد، عشان كده فرشت معاكم. بس ان شاء الله عبال ما اجي اعمل لكم الفيديو اللي هو بتاع الجوله، هكون ان شاء الله ركبت الدولاب، عشان يبقى كده كملت فرحتنا وخلصنا كل حاجه. فبس دخلت بقى على الاوضه عندي هنا، وزي ما انتم شايفين بقى ايه، مسكتها برضو نفس النظام، بس انا قصيت بقى كل الحاجات دي، هي قصيتها علشان بس ما اطولش عليكم اكتر من كده. وطبعا فاضل برضو تاتشات نهائيه، حاجه بسيطه، شويه يعني تفاصيل كده بسيطه يعني. بس فرشت فيها الحافظه اللي هي الفرزاتشي دي، بس كان نفسي الاقي مشايه زيها بس ما لقيتش، لقيت اللي هي شبهها بس على اغمق شويه. والناحيه التانية برضو فرشت واحده زيها. بس الصراحه منوره الاوضه، وكفايه بس النظافه. هي الاوضه دي عايز سجاد ياما، بس عايزه اقول لكم انها في النومه خطيره. ورغم ان السرير تحس ان هو بزاويه كده، بس خطيره في النومه، تحس ان انتوا نايمين على السرير اللي هو المدور ده، فهو مريح قوي في النومه، جميل. فبس فاضل بس زي ما قلت لكم شويه تاتشات بسيطه، والحمد لله انا فرشت كمان اهو الطرقه. المطبخ والحمام لسه يعني هم خلصانين كل حاجه، بس بقى ايه، دعكه، تشطيبه برضو، حاجه ديكور، حاجه بسيطه. لكن انا الاساسيات كلها خلصتها، والحمد لله بفضل الله بطولي ولوحدي دي كفايه يعني. الحمد لله الحمد لله. المطبخ بصوا لسه فيه شويه كركبه كده بتتعمل، ولسه فيه حاجات ما اتشالتش، فعشان كده يعني ايه سايباه مع حاله. بس هو مريحني قوي في الشغل وناجزني ونافعني قوي. بس وكفايه ان انا بقى خلصت كل الحاجات دي وفرشتها، والاوضه بتبقى هاديه بالليل بطريقه جميله، بتبقى حلوه قوي. فانا حبيت بس اشارككم الفيديو ده، وان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد.